على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You came to me in the hour of need. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You filled my heart with love, showed me the love. Biz hazır Egipet'te Kayır şehrindayız. Alem Emir'in altındağı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in nevresi Hüseyin radıyallahu anh'ın mescidi jana ошондой эле кабыр ушул жерде. Азыр мына ушул Египеттин эң бир көрүнүктүү адамдардын бири Али Жума баштаган делегация дагы келип кошулат бизге. اوعى اوعى مرحبا اهلا ازي حضرتك عامل ايه؟ كارم اتفضل اتفضل اتفضل. اتفضل يا سيدي تفتح من هنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أدعو الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا مرحوما تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. مرحبا بكم في مسجد مولانا الحسين رضي الله عنه وأرضاه وفي غرفة الآثار النبوية. طبعا لا يليق بي، ما اقدرش اتكلم في وجود شيخنا واستاذنا فضيله الاستاذ الدكتور علي جمعه، كبيرنا كبير اهل العلم في مصر. انا بس هشيل الحاجه كده وسعادتك تتكلم. بسم الله. إذا أحببتم أن تترجموا إلى السيد، تفضل يا أستاذنا. هذه آثار نبوية كانت في مصر من زمن كبير، وكانت موجودة في حي اسمه أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسجد أثر النبي على النيل. هي في ما بين منطقة مصر القديمة والمعادي التي تسمى الآن بالزهراء. وهذه الآثار النبوية الشريفة حدث حولها دراسات كثيرة حتى يتأكدون من صحتها. من ضمن هذه الآثار الشريفة هذه الشعرة المنسوبة إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد الشعرات المنسوبة إلى سيدنا النبي بالسند المتصل إلى منتهاه هو 21 شعر. هذه شعرة منها، وكان الخلفاء يهتمون بدفع النفيس الغالي لجمعها من العائلات التي آلت إليها تلك الآثار النبوية
الشريفة. فهذه شعرة من 21 شعرة الذي نحن نتأكد من أنها منسوبة إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص هذه الشعر الشريف أنه كأنه ما زال حيا، فهي تنمو، ومن نموها هذا تنقسم وتنشطر إلى شعرتين مثلا بعد مضي زمن كبير، فتذهب شعرة إلى مكان وشعرة أخرى إلى مكان آخر. ولا زالت إلى الآن هذه الخصيصة موجودة في الشعر المؤكد نسبته إلى سيدنا النبي، أنه ما زال ينمو. تفضل. التصوير خاص غير مسموح بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. ويا ريت ما فيش تصوير يعني، ويا ريت نسمع كلام شيخنا في حالة بلاش وقتية. تصوير. لكن التصوير ده كان حرام زمان. اتفضل يا شيخنا. ده جزء هذا جزء من محجن رسول الله، والمحجن في اللغة هو العصا. وهذه المحجن هو الذي كان يشير به صلى الله عليه وسلم إلى الركن اليماني وإلى الركن الذي فيه الحجر الأسود الأسعد، وهو يطوف حول الكعبة. وهذه بقية باقية من المحجن، لأنه كان أطول من هذا، وهذا غلاف، كل هذا غلاف، لكن المحجن أصله هنا في هذا الطرف. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. وهذا هو مرود رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يضع الكحل في عينيه. نعم، هذا المرود هو الأداة الذي نضعه في المكحلة، والمكحلة هي الإناء الذي يكون فيه الكحل، وهي بالضم، المش والمكحلة كلها بالضم. وكان هذا من يعني مس أجفان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الجزء ده من الثياب بيترمم حاليا وحطوه في 10 متر كتاب، لان هم لقوا في سبحان الله في الخيوط اللي من فوق دي شويه حشرات، انما الثياب نفسه ما كانش فيه حاجه. وقف عدل بدال ما تعبت. اتفضل يا شيخنا. هذه جزء من بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباءته، تنسلت هكذا بفعل الزمان، ولكن هي أصلا من خيوط الكتان. فهذه كانت تسمى عندهم بالمصاري، المصاري نسبة إلى مصر، والقباطي نسبة إلى قبط مصر، لأنه كانت تصنع في مصر. فهذه مست جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله كما هو، ما تفكش. هذا سيف العضد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من 20 سيف، وهذا واحد منها وهو العضد. والدكتورة سعاد ماهر رحمها الله تعالى يعني قامت بدراسة كبيرة جدا بالإشعاع الكربوني
حتى نتأكد من أن هذا السيف من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه كان فعلا في عصر رسول الله تماما في حياته، وكان هذا أحد السيوف وهو سيف العضد. في سيف العضد عندما وضعناه في الأشعة السينية تبين أن هناك رأس داخل هذه اليد وكأنه تمثال، ولذلك يرى بعض الباحثين أن هذا من سيوف داود. فهذا من السيوف المؤكد أنها من سيوف رسول الله. هناك سيوف منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركابور في تركيا، وكان الخلفاء يقومون بمجهود ضخم جدا لجمع هذه السيوف، ومن سيوف رسول الله المثنوني، ومن سيوفه البطار، ومن سيوفه العض إلى آخره. نعم. ده بتاع سيدنا علي وهذا مصحف من الجيل الأول لا يتعدى سنة 40 من الهجرة، وهو منسوب إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، بعدما استطاع المسلمون أن يوجدوا الكتب بهذه الهيئة، لأن الكتاب كان ضخما أكبر من هذا. مصحف عثمان كان كبير جدا عن هذا، ولكن هذا بالأسانيد المتصلة منسوب إلى سيدنا علي وفي أواخر حياته. فهذا مما من الله به على مصر، وربنا سبحانه وتعالى يجعلها دائما آمنة مطمئنة، ويبعد عنها البلاء والوباء والغلاء وسيء الأسقام، ويصرف عنها السوء بما شاء وأن شاء وكيف شاء يا رب العالمين، حتى تكون دائما موئلا للحفاظ على مقتنيات الإسلام، وحتى تكون دائما في الريادة لخدمة السادة الأشراف، وحتى تكون أيضا يعني من مضيفي أهل البيت الكرام. كانت على طريق سيدنا الحسين قبل التطوير، فهذه هي محدثة، وهذا من الكشمير، من الحرير المخلوط بالكشمير، وهذه من القطيفة. أحمد باشا القرمون كتابا في الكتاب النبوية تتبع هذه الأشياء حتى وصل إلى هذا، والكتاب مطبوع. الكتاب جارك شقن وش نشنا بارد من زي الوضع. اللهم صل على سيدنا الإمام سيدنا الحسين، وهو مدفون تحت هذه النصة أو هذه المقبرة. مكان أقرب مكان صاحب نعم، تحتها تحت
هذه الضريح تحته تماما من جهة المصحف الرأس الشريفة يتوجه رأسه وجهه إلى القبلة، وهو على أبانوس على كرسي من الأبانوس هكذا، والرأس ملفوفة في الحرير الأخضر. فنحن الآن ونحن نقف هكذا أقرب ما نكون إلى الرأس الشريف. تفضلوا. المواجهة الشريفة غير القرب. نعم. نقوم بالزيارة. هذه المقصورة جددت وأصبح هذا من الذهب الخالص وهذا من الفضة الخالصة 999 وهذا من ذهب 21. وأيضا القبة تغيرت وجددت والحمد لله رب العالمين. وهذا الحائل هو بين النساء والرجال، هذا هو مكان الرجال وهنا مكان النساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بعدما قتل في كربلاء المجرمون ذو الجوشن واخوانه من المجرمين الذين قاموا بقتله حملوا الراس الشريف الى يزيد يزيد الله عليه. هذا يزيد لعنة الله قال العن يزيد ولا تزيد، يعني ما تلعن معاوية، العن يزيد ولا تزيد. فلما حملت الراس قال ما اردت ان يكون هكذا، واحتفظ به في مخازن السلاح عند الأمويين وظل إلى 132 هجري موجود في دمشق. ثم بعد ذلك بعض الناس سرقه من مخازن السلاح وذهب به إلى عسقلان من مدن فلسطين. نعم. ومكث هناك إلى سنة 500 شوية هجرية. فأتت به أم الغلام بعدما توفى الفاطميون هنا في مصر، فقالوا لهم احنا عايزين نحفظ عندكم رأس سيدنا الحسين. فبنى له طلائع بن زبير وكان رئيسا للوزراء مسجدا موجود هنا في حارة تسمى حارة المسك. نعم. وقال يدفن فيها الرأس الشريف. الخلفاء الفاطميون أبوا، قالوا لا، هذا شرف كبير يكون لنا وليس لك. وأتوا فدفنوه في القصر الصغير. هذا هو محل القصر الصغير وهذا هو مكانه، وظل موجودا إلى يومنا من القرن السادس الهجري إلى الآن. احنا الآن في القرن ال15 يبقى 9 قرون، فهو هنا منذ 9 قرون. نعم.
على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. Showed me right from wrong, taught me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You came to me to better me. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa ala